السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي اللي هي قناتكم عالمي المفيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد. وحكاية الليلة طاهر والضريرات 3. يا سيادي، وعلى ما حكاو زمان هادو 3 ديال الصحابات حاطين الراس على الراس وما كيتفارقوش وسرهم عند بعضياتهم. في اليوم ليامات الله فاقوا بكري كيف العادة ومشاو يجمعوا الحطب. وصلوا هاد المرة الغابة بعيدة على القبيلة، بقاو غادين حتى وصلوا للجنان كله شجر بغلتها، ها الليمون والكرموس، ها الشهدية والخوخ الرمان. الحاصول العين كتشهى والقلب كيتمنى. قربوا للجنان ورماو عينيهم يمين وشمال. قالت وحدة منهم: الله على خيرات هادي. ردت عليها صاحبتها: ايوا زيدي تحطبي قبل ما يطيح علينا الظلام ونبقاو هنا. بقاو يا سيادي كيجمعوا في الحطب حتى نص النهار، وجلسوا حدا الجنان يرتاحوا ويتغداو، وجبدوا ماكلتهم وبقاو على الهضره مني منك. قالت وحده منهم الاخرى: انا لا تزوج بيا مول الجنان غادي نفور ليه كسكسو بحبه وحده من السميد. ردت عليها الاخرى وقالت: وانا لا تزوج بيا غادي نصاوب ليه جلابه بكبه وحده ديال الصوف. ناضت الثالثه يا سيادي وقالت: اما انا الا تزوج بيا غادي نولد ليه ولد يكون صبعو الكبير ديال رجليه من الذهب. وهما على هاد الحال وما ردوش البال. كان مول الجنان كيسمع ليهم مور الشجر وتبعهم حتى وصلوا القبيله وعرفهم فين ساكنين. ايوا يا سيادي، دازت الايام ومشى مول الجنان يخطب البنات وتزوج بيهم. بغى يختبر كل وحده واش غاديه تنفذ وعدها ليه. عيط على الاولى وعطاها حبه ديال السميد وقال لها: طيبي لينا كسكسو للغدا. جاوباتو: الله يا سيدي الطاهر، كي ندير تنطيب كسكسو بحبه ديال السميد؟ قال لها: ايوا فين مشى كلامك قبل الزواج؟ سيدي الطاهر، هذاك راه غير كلام وخلاص دوزنا به الوقت. شاف الثانيه وقال ليها: ايوا شدي هاد الكبات الصوف وصايبي ليا منها جلابه. قالت نفس كلام الاولى، بقات تضحك وتخرج وتدخل في الهضره وقالت: سيدي الطاهر، انت مول العقل، واش كبه وحده تصايب ليك جلابه؟ قال ليها: ايوا راه هذا كلام قبل الزواج. هذا غير كلام ما ليه لا راس ولا رجلين. شاف فيها وبقى تيقول في راسو: بقات غير الثالثه اللي خاصها تولد لي ولد صبعو الكبير من الذهب. ايوا يا سيادي، دازت الايام والشهور وحملات مرات الطاهر الثالثه وفرحوا صحاباتها، لكن كانوا بيناتهم خايفين لا تولد ولد بصبع من الذهب وتولي هي المقربه عند الطاهر. وملي جا النهار ديال الولاده وقفوا الصحابات مع صاحبتهم وما فارقوها حتى ولدات. كان يا سيادي ولد كيفتن بالزين وعنده صبع الكبير في لون الذهب. الضريرات بجوج تصدموا، ما عرفوا ما يقدموا ولا يوخروا. كان الحسد تياكل فيهم وعمالهم الشيطان البصيره. خرجوا من بيت صاحبتهم تيعضوا في يديهم. قالت وحده للاخرى: ايوا دابا فتي عليا شنو المعمول؟ راهو فات بوعدها، اكيد غادي يفضلها علينا ويطلقنا بجوج. شنو المعمول؟ جاوباتها: غير صبري يا صاحبتي، هانا تنخمم ليها. شويه دخلوا بجوج عند صاحبتهم اللي كانت ناعسه وهزوا الولد وذبحوا الدجاجه ورشوا دمها في الفراش. اما الولد خداتو وحده منهم ودارتو في صندوق
ورماتو في البحر، ورجعات بحال ما كاين والو. ملي فاقت المرا بقات تغوت وتولول ما فهمات والو. دخلوا عندها صحاباتها وحماوها الغوات. اش درتي يا صاحبتي؟ كليتي ولدك انتي هي الغولة. المرا بقات غير مصدومه، تتحلف ما دارت حتى شي حاجه. مشاو بجوج عند طاهر وعاودوا ليه على ما جرى باللي مراتو كلات الولد. خرج طاهر تيجري ومخلوع عند مرتو، لقى الولد ما كاينش ومرتو كتبكي والحاله حاله. طاهر الغضب عماليه العينين، وجوج نساواتو الاخرين عمروا ليه الراس. شد مرتو مسكينه ورماها في الروا مع البقر والغنم، وقال من اليوم هنا غادي تعيشي. المرا مسكينه قاصات وهي نفيسه تبكي وتنوح وتحلف ما دارت شي حاجه، لكن مين يسمع كلامها. ايوا يا سيادي، الولد في الصندوق بقى غادي به الماء من بلاصه لبلاصه حتى حصل ما بين الحجر. من بعيد شافو صياد طالق شبكتو في البحر، قال مع بالو يكون هذاك الصندوق غير فيه شي كنز. جمع شبكتو ومشى قاصد الصندوق، هزو حلو لقى فيه ولد آية من الجمال، سبحان من خلقه. الصياد حن قلبه على الوليد وهزو وداه لدارو، وطلب من مرتو تربيه وديرو بحال ولدهم. وداك الشي اللي كان، الصياد ربى الولد هو ومرتو، تكبر وداه للكتاب يحفظ كتاب الله. لكن الولد كان ديما تيجي من الكتاب حزين ومهموم. سولاتو مرات الصياد مالك وليدي حزين؟ فين ما ترجع من الكتاب ما تاكل ما تهدر، عاود لي اش طاري بيك. قال ليها وليدات القبيله كلهم كيقولوا بلي انتي ماشي امي، وبا لقاني في صندوق في جنب البحر، بغيت نعرف الحقيقه باش نرتاح. مرات الصياد حنات الراس وعينيها دمعات، وعاودات الولد على ما كان، وباللي الصياد قلب على مو حتى لقاها، وعاودوا ليه ناس القبيله على قصتها، ورجع حيت ما كان في يديه ما يعمل. الولد من يسمع القصة بقات في قلبه غصة، وحتى يقلب على امه ويرد الحق لصحابه. جمع حوايجو ود عمو وقال لها سمحيلي، غادي تبقى انتي هي ميمتي وعمري ننساك، لكن لازم نقلب على امي الحقيقية ونرد ليها حقها. مرات الصياد رضات عليه ودعاته. الولد سيادي شد طريقه وغادي على رجليه القبيله اللي وصل ليها يسول على المرأة اللي كلات ولدها، وكلهم نعتوا ليه باللي القبيله في جنب الغابه. بقى غادي حتى وصل ليها، ومن بعيد شاف مرأة موسخه جالسه وسط القبيله. الولد حس باللي هي امه اللي عاودوا ليه عليها، ووصلها وسولها سمحي لي يا لاله، بغيت نعرف فين لقى المرأة اللي كلات ولدها. شافت فيه وحنات راسها وسكتات، عاود سولها وما جاوبات. الولد غضب وخوت، شافت فيه وقالت لكن انا راه ما درت والو، انا ما عاقله على تا حاجه، راه هو اللي عارفني مظلومه. سولها وفين كتسكني يا لاله؟ كنسكن تما داك الجنان، لكن راه جاريين عليا وما مخلينيش ندخل تنعيش غير في الكوري مع الكسيبه. الولد من يسمع داك الشي حبس دموعه، خلاها وقصد سيادي الدار فين تيسكن باه طاهر، وقال اسمح لي يا سيدي، انا غريب على القبيله وطالب ضيف الله، بغيت نتوضا ونصلي ونرتاح شويه. طاهر شاف الولد متول في لباسه ووجهه منور وباين عليه من كلامه طالب، ارتاح ليه ودخله.
مشى طاهر عند النسوان وقال: عندنا اليوم ضيف، وجدوا العشاء اللي يليق بيه. وملي تماسى الحال يا سيادي تجمعوا على طبلة العشاء. طلب الولد من الطاهر يخلي المرأة اللي جالسة في الزنقة تجي تتعشى معاهم. ناضت وحدة من نسوان الطاهر وقالت: لا لا، ما يمكنش، هي ماشي من مقامنا، بلاصتها في الكسيبة. جاوبها الولد: راها إنسان بحالنا، والله كرمنا على الحيوان. ايوا يا سيادي كملوا عشاهم ومرضاوش يدخلوا المرأة. ومع الفجر ناض الولد يصلي، خدا قلة وعمرها بالماء ومشى بيها عند امه، فيقها وقال لها: خذي يا لاله غسلي حالتك ولبسي هاد الحوايج نقيين. ايوا يا سيادي ملي صبح الصباح شافوا الضريرات المرأة نقية ولباسها متول، ما صدقوش عينيهم، لكن شكوا في الضيف. مشاو عنده وقالوا ليه: بغيناك تبعد على ديك المرأة. ايه بعد عليها، راها غولة وكلات ولدها. سمعهم الطاهر وقال: الله أعلم ولدي. دار عند باه وقال: ملي الله أعلم، علاش دايرين في المرأة ديك الحالة؟ طاهر حنا الراس وما عرف باش يجاوب. كمل الولد كلامه: ويلا شفتو هاد الولد اللي كلات واش تعرفوه؟ قال طاهر: ايه ولدي، راه صبعو الكبير درجليه من الذهب. حيد سيادي البلغة من رجليه ووراهم صبعو ديال الذهب. طاهر الكلام بقى في فمو وعينيه دمعو. مشى يجري عنق ولدو وقال: الله يا ولدي، الله شحال تعذبت على فراقك. الولد شد يديه باه وداه عند امو وعاود ليها على قصتو. فرحات مسكينه وما قداتها فرحه، وعنقاتو وما شبعات من ريحته اللي حرموها منها صحاباتها الحاسدات. ردها الطاهر للدار ولبسات احسن ما كاين، وخا الزمان والعذاب اللي دوزات زينها مافنه. تسامح الطاهر مع مرته وسولها: طلبي وامري، اش بغيتي ندير ليك مع دوك الجوجات؟ قالت: اسيدي بغيتك تعيشهم داكشي اللي عشت ويعانيو من اللي عانيت. ايوا يا سيادي عاش طاهر مع مرته وولدو حياة سعيدة، وجابوا عندهم الصياد ومرته وكملات فرحتهم. أما الحاسدات شاعت خبارهم بين الناس وخداو جزاءهم، وبقات قصتهم عبرة تحكيها العجيزات والصبيان. أما أنا سلاس حكايتي اللي مشات مع الواد وبقيت أنا مع الناس الجواد.